أما ألبرت أينشتاين، الراجل اللي كلنا نعرفه كعبقري الفيزياء ومكتشف نظرية النسبية اللي غيرت الدنيا، كان في البداية مقتنع إن الكون ثابت، يعني لا بيكبر ولا بيصغر زي لوحة متعلقة على الحيطة. لكن المشكلة إن معادلات أينشتاين نفسه كانت بتقول كلام غير ده تماما. فحسب المعادلات دي فالكون لازم يا إما يتمدد يا إما ينكمش بسبب الجاذبية. وطبعا أينشتاين كان عارف الكلام ده، وهنا قال لا مش معقول، فقرر يدخل في معادلاته حاجة اسمها الثابت الكوني عشان يخلي الكون ثابت زي ما كان متخيله. لكن لما اكتشف إدوين هابل في 1929 إن الكون فعلا بيتمدد زي بالونة بتتنفخ، اتضح إن أينشتاين كان غلطان. وهنا أينشتاين اعترف فورا بخطأه. مش بس كده، ده قال إنها كانت أكبر غلطة في حياته، وفورا اعترف بإن الكون مش ثابت زي ما كان متصور لكن بيتسع باستمرار. الجميل إن الغلطة دي كانت شرارة إلهام لما العلماء اكتشفوا إن الكون مش بس بيتمدد لكنه كمان بيتصارع في التمدد، وبدأوا يتساءلوا إيه اللي يخلي الكون يعمل كده؟ وهنا ظهرت فكرة الطاقة المظلمة، وهي قوة غامضة بتدفع الكون إنه يتوسع أكتر وباستمرار. يعني لو أينشتاين ما كانش حط فكرة الثابت الكوني ما كانش العلماء فكروا في الاتجاه ده، وكانت النتيجة إن غلطته فتحت باب قدامهم لفهم أعمق للكون، وخلتنا نكتشف إننا عايشين في حاجة أكبر وأعقد بكتير مما كنا بنتصور.